انفذ عليه حكم الاعدام واشعل والدي. وزارة العدل تقول السجن الذي يأوي سجناء شديدي الخطورة من الارهابيين معرض للخطر بسبب القصف المستمر. ادري العراق فندق 5 نجوم، سجوننا فارغة من الارهابيين، حتى جايبيهم من غير دولة 7000 مدري ايش قد، حتى لو كانوا 1000 شكو جايبيهم غير افتهيم واصرف عليه من ميزانية الدولة وريوق وغدا وعشاء وسمك ودجاج واخليه بالسجن قاعد ومرتاح ويلعب دومنا ويباوع تلفزيون ويخابرون وتليفونات. ليش صاروخ واقصفهم قصفة زينة واشعل ببهاتهم. اللي قتلوا الناس ابرياء، فجروا، دمروا عوائل، رملوا عوائل، قتلوا شهداء. على اي اساس اجيب السجين من غير دولة واخليه ياكل ويشرب ومدري شنو وقاعد ومرتاح؟ انفذ عليه حكم الاعدام واشعل والدي. ما اعرف ليش هذا التكتم الاعلامي عليه من قبل القنوات احمد البشير وغيره وساكتين. ليش؟ ارهابيين جايين من غير دولة وقاعدين هنا، شكو ايش عندنا يابا؟ ايش عندنا؟ تدرون هذا والقرآن الكريم مصيبة ايش قدها ايش كبرها. هذا انفك السجن وطلعوا ذول الزبايل من السجن، حرب اهلية بالشوارع تصير. ايضا رسالة اوجهها من خلالكم ان ذولا شوفوا لهم صرفة يابا، يا اما ترجعوهم من ما جابوهم يا اما تعدموهم وتخلصونا من عندهم. ماكو غير هذا حل. ابرياء كان طلعوا ما عندهم شيء، كان طلعوا ايش عندهم بالسجون؟ افغانيين رجعوهم لبلادهم. عمي ذولا يشكلون خطر علينا والقرآن يشكلون خطر علينا خصوصا احنا. شوفوا لهم صرفة وخلصونا من عندهم.